الطاسات التيفال بتاعتك خلاص بقت تلزق وما بقيتيش عارفة تعملي فيها اي حاجة، وكل حاجة بتقعدي تبوشي فيها بالايام عشان تغسليها وما بتطلعش، تعالي بمسحة واحدة كده هننضفها. وبفكرة جامدة جدا عملتها كده بالصدفة للطاسات اللي عندي. فجأة الطاسات عندك بتلزق، وفجأة طبقة التيفال ما بقتش كويسة، وبقت اي حاجة تحطيها بتلزق معاكي و وبتعمل طبقة زي اللي انت شايفاها دي، وما بتطلعش ابدا مهما تحاولي تبوشيها، او هي الطاسات خلاص بقت قديمة. تعالي كده نقول فكرة حلوة جدا النهاردة هتفرق معاكي كتير وهترجع لك طاساتك كلها جديدة. فجأة كده طاسة تيفال عندي، هي تيفال والتيفال بتاعها حلو جدا، مش الطاسة اللي قدامكم دي، واحدة تانية. آه بس فجأة لقيتها بتلزق، ومش باين خالص هي بتلزق ليه. ماشي. بس بعد كده اكتشفت ان الطبقات يعني ايه، هي باينه كويس جدا في التصوير اهو زي ما انتم شايفين. الحاجات اللي زي دي هي اللي بتخلي اي حاجه بتعمليها في الصينيه بتلزق معاكي، لان يبقى في طبقه دهون لازقه، هي ما بتطلعش لا بالصابون ولا بالسلك، هي عايزه حاجه للدهون. هي بصي ممكن تحسي ان انت غاسله الحاجه كويس، بس هي بتبقى فيه حاجه كده، هي في الطاسه او في الصينيه بقت زي طبقه عازله كده ما بين التيفال نفسه اللي ما بيلزقش وما بين الاكل، شايفين؟ عايزه اقول لكم ان انا اكتشفت ان الموضوع ده بيحصل لما بتسيبي زيت او سمنه او اي دهون عملتيها في الصينيه بايته، سيبيها مثلا في الفرن او تسيبي الاكل فيها لحد تاني يوم، مع واحده بتكون الطبقه دي، وبيبقى غسيلها صعب جدا، وبتلاقي الطاسة بتلزق. حبيت بس اقول لكم المعلومة دي. يعني دي بصوا كانت طاسة تيفال عندي كويسة جدا وما فيهاش اي حاجة، ويعتبر جديدة، ما بقليش فيها ولا بعمل فيها اي حاجة. فجأة لقيتها بتلزق، وزي ما يكون طبقة التيفال بتاعتها ما بقتش كويسة. فالصراحة عملت فيها الفكرة كده مع نفسي، ولما عملتها قلت افيدكم بيها واطلع اقولها لكم، لان هي رجعت ناعمة جدا ورجعت ما بتلزقش تاني خالص. وزي ما يكون الطبقة زي اللي وريتها لكم في الصينية اللي فاتت دي كانت عليها وانا مش واخدة بالي واتشالت. يلا اعملي لايك بسرعة عشان يرفع الفيديو والكل يستفاد، وما تنسيش تشتركي في القناة. تعالي نشوف بقى هنعملها بايه. ده كده كان ستريس عندي مركون ما بعملش بيه حاجة، فالصراحة جربته في الطاسة اللي كانت من شوية وريتها لكم دي زي ما قلت لكم، لان هي كانت طاسة بالنسبة لي خلاص انا ما بعملش فيها حاجة، كل ما بعمل فيها حاجة بتلزق. والصواني كلها والطاسات كلها اللي انتوا شايفينها دي كل ما بعمل فيها حاجة بتلزق. فدي كانت بالنسبة لي حاجات خلاص مركونة وانا زهقت منها، فقلت اجرب بقى فيها الفكرة دي، نفعت نفعت، ما نفعتش خلاص. طبعا سيترس كلنا عارفين ان هو للدهون، انا مش بعمل له اعلان ولا دعايه ولا حاجه، ده كان مركون عندي ما بستعملوش، لاني بعمل افكار تانية للحاجات اللي فيها دهون للحيطه والحاجات اللي زي دي. واللي ما شافش الفيديوهات بتاعه تنظيفات العيد يشوفها، فيها افكار جامده جدا من غير منظفات ولا سيترس ولا اي حاجه. بس الصراحه جربت الفكره دي في الطاسات ولقيتها بتشيل الطبقه اللي هي وريتها لكم كده في اول الفيديو، اللي بتبقى عازله ما بين الاكل اللي بنعمله وما بين طبقه التيفال نفسها، فهي بتخليها تلزق. فاهمين قصدي؟ بصوا كله طلع بمنتهى البساطه ومن غير اي حاجه. السلكه الخشنه اللي انا ماسكاها دي مش بدعك بيها، انا بمسح بيها كده بس، لكن عشان ايه؟ ما نجرحش الطاسه يعني. وبليفه عاديه جدا وبغسلها عادي. طب هو السترس غلط ولا مش غلط؟ لان دي اناء هنعمل فيه اكل وكده. اللي عنده معلومه يقولها لنا في التعليقات، مفيش مشكله. لكن انا الصراحه غسلتها زي ما انتم شايفين، هي نطفت ومش محتاجه خالص اصلا تتغسل ولا اي حاجه، بس عشان خاطر السدرس ماده كده انا اخاف اعمل اكل فيها على طول. فغسلتها الصراحه كويس، ونقعتها بعد كده في شويه ميه وصابون عشان لو فيها اي ريحه او اي حاجه كيماويه تطلع. وبعد كده دلقت الميه دي ومسحتها، زي ما انتم شايفين هي نضيفه وبقت زي الفل. والطبقه اللي قلت لكم عليها دي اتشالت وبنتفت بمنتهى السهوله، والطاسات اللي كانت بتلزق رجعت ما تلزقش تاني. فضلا وليس امرا اشتركي يلا في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الافكار، وخشي شوفي كده الفيديوهات اللي فاتت هتلاقي فيها افكار كتير جدا هتفرق معاكي. وتابعيني كده في الافكار اللي جايه ان شاء الله. ما تنسيش ترفعي الفيديو بلايك حلو كده زيك عشان خاطر الكل يستفاد. بصوا دي طاسه تانية عندي من الطاسات اللي كانت خلاص يعتبر مرميه بالنسبه لي، يعني ما كنتش بستخدمها ابدا. برضك جربت فيها نفس الفكره، انا حبيت اوريكم ان هي حتى بالسلك مش بتطلع، والدوني اللي في الجناب دي بتخليه ما ينفعش اعمل فيها اي اكل، لان هي اي حاجه بعملها بتلزق فبتبوظ مني. حتى لو بحمر حاجه تلاقيها بتلزق، يعني بحمر كبده بتحمري حاجه تلاقيها بتلزق، ومثلا لو بانيه بتشيل طبقه البانيه بتلزق في القعريه، فبتبقى مش حلوه خالص، حتى لو يعني ايه للتحمير وخلاص، مش اكل عادي. فكانت مرميه، وبصوا يعني ايه برشتين كده بسيطه على الجوانب هتلاقي الدهون كلها نزلت معاكي. بليفة بقى بصابون عادي جدا واغسليها.
انا عشان دي سلك يا جماعه انا مش بدوس قوي، انا بس بمسحها كده بوريكم وبعد كده اغسلها بليف عادي جدا. وزي ما قلت لكم برده في اول الفيديو عشان خاطر سيترس بس والمواد اللي فيه. لو عندك اي حاجه تانية للدهون، انا لقيت ده عندي كده معرفش كنت جايباه امتى وليه. انا ما بستخدمش في العادي بتاعي الحاجات الكيماويه دي خالص. بس انا لقيته عندي كده فالصراحه جربته لان دي كانت تصاد بالنسبه لي يعني خلاص مرميه. بس الصراحه جابت نتيجه معايا حلوه جدا وبقيت استعمل التصاد تاني وبقى ما فيهاش مشكله. وزي ما قلت لكم كده نصيحه كده في اول الفيديو، ما تسيبيش الزيوت بايته فيها، هي دي اللي بتعمل طبقه عازله كده ما بين التيفال اللي المفروض ما يلزقش وما بين الاكل. يعني بتعمل طبقه كده بتخليه الاكل كله يلزق. بصوا بقول لكم ان انا كنت حاطه فيها ميه بصابون كده ونقعها شويه عشان لو فيها اي ريحه اي مواد اي حاجه تطلع، لكن مش عشان خاطر تنضف من دهون ولا اي حاجه. هي طلع كل اللي فيها وبقت زي الفل، دي اللي وريتها لكم في اول الفيديو. وهنقع برضو التانية عشان لو فيها اي روايح اي حاجه تطلع. بصوا انا حبيت اجربها طبعا من الناحيه التانية، ده المستوى اللي انا وصلت له. لازم بقى تدعكيها وكده، انا ما كملتهاش، انا بس حبيت اوريكم انا وصلت لايه. لو كانت بقى الفكرة عجبتكم ما تنسيش تدعموها بلايك كده واشتراك حلو منك علشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات وكل الافكار اللي جاية. وبعد ما كانت الطاسات كلها دهون وبتلزق وما ينفعش تعملي فيها اي اكل خالص ولا حتى تحمري فيها حاجة عشان كلها تلزق وتبوظ، بقت بمسحة واحدة بس رجعت جديدة. يا رب تكون الفكرة عجبتكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. جربوها وقولوا لي في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك واللايك. تابعيني في الفيديوهات الجاية.